المشاهدون الأكارم، سعدتم أوقاتنا إلى ما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرتين، نستهلها كالعادة بالعناوين. مجلس الإقليم الأوسط الشعبي يعقد جلسته السنة والعشرين المنتظمة. إدارة الإقليم الجنوبي تعمل جاهدة على تنفيذ البرامج التنموية بمشاركة مجتمعية. نجاح 86% من شتلات الأشجار المغروسة عبر حملة التنمية الخضراء في الإقليم الأوسط. مئات الآلاف دون مأوى بسبب فيضان نهر الكونغو. فنزويلا تعلق أنشطة مكتب تابع للأمم المتحدة. ورئيس الإكوادور يصادق على اتفاقية التجارة الحرة بين بلاده والصين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. انعقدت اليوم 16 من فبراير في العاصمة أسمرة الدورة الثانية والعشرين المنتظمة لمجلس الإقليم الشعبي الأوسط تحت شعار مستعدون دوما لأمن ونمو البلاد. وقال رئيس المجلس السيد إبراهيم سمري إنه تم اتخاذ خطوات لحل القضايا العامة المتعلقة بالإمدادات والخدمات الاجتماعية وتراخيص المرافق وبناء وصيانة البنية التحتية للمياه النظيفة والصرف الصحي كل عام. كما حث السيد إبراهيم على زيادة الخطوات والمبادرات المتخذة لتعزيز مشاركة المجتمع ومساهمتهم في إنجاح تنفيذ البرامج. وبهذه المناسبة قدمت كافة أجهزة المجلس تقاريرها، ومن خلال اللقاءات وحملات التوعية المنتظمة في عام 2023 قام المجلس بعمل أفضل. وبعد المناقشة المعمقة ذكر المجتمعون بالعمل بجدية على التنفيذ المتكامل للبرامج بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الحكومية، وكذلك الاهتمام بتقديم الخدمات وتشجيع ودعم برامج التنمية التي بدأت على مستوى المجتمع، وكذا إصلاح وإعادة تأهيل الطرق وخطوط الصرف الصحي. وذكروا بضرورة تنفيذ أنشطة البنية التحتية بطريقة مستدامة. في الختام أصدر المجلس توصيات بشأن الحياة العامة والبنية التحتية والسلع الاستهلاكية الأساسية والأسعار والبرامج التي تستهدف الشباب والطلاب وضمان الأمن الاجتماعي للمواطنين وغيرهم. وفي كلمته الختامية قال الرئيس التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد الزرقي تولد برهانه إن المشاكل القائمة لا يمكن إنكارها، ولكن يجب إيجاد الحلول في ضوء الواقع والإمكانات والأولويات. وبهذه المناسبة دعت وزيرة العدل السيدة فوزية هاشم في شرحها لخطط عام 2024 وما بعدها دعت المجلس إلى زيادة مساهمته، لأن تطبيق القانون يجب أن يعكس قيم مجتمعنا لضمان الانسجام. أعلنت إدارة الإقليم الجنوبي في الاجتماع التقييمي المنعقد في 14 من فبراير بمدينة مندفرة بأن البرامج التنموية المنفذة عبر مشاركة مجتمعية فاعلة خلال عام 2023 يجري العمل بصورة أقوى خلال عام 2024. وأوضح حاكم الإقليم السيد هبتاب تسفاسين في التقييم حوالي 300 مشارك يمثلون 12 مديرية وفروع الوزارات والجمعيات الوطنية ووحدات قوات الدفاع. أوضح أنه تم تنفيذ برامج الحفاظ على المياه والتربة على حوالي 20,000 هكتار في عام 2023، وذلك بمشاركة أكثر من 345,000 شخص. وقال إنه تم جمع أكثر من 28 مليون نعفة من ضرائب الزراعة الريفية والثروة الحيوانية، فيما تبرع المواطنون بأكثر من 3 ملايين نعفة لتطوير الخدمات الصحية و3.4 مليون نعفة لتحسين الحياة المعيشية للمعلمين. وحول خطط 2024 قال إن خطة العمل تتضمن إنشاء واستكمال 7 سدود رئيسية و5 سدود فرعية و5 حفائر، وإعداد وزراعة 2.2 مليون شجرة، وإعادة تأهيل أكثر من 150 كيلومترا من الطرق، موصيا كافة الجهات الحكومية للقيام بالعمل المنسق والفعال. كما قدمت في الاجتماع إدارة الإقليم والهيئات المعنية بالإقليم تقاريرها وخطط عملها. واقترح المشاركون معالجة مشكلة النقل وإصدار بطاقات الإقامة الصادرة فقط في مدينة مندفر على المستوى الإقليمي،
في إدارات المديريات، والنظر في إيجاد آليات تتسم في إدارة وتنمية المدن وشبه المدن بمداخلها، فضلا عن إيجاد حلول للتأخير في إصدار الهوية الوطنية. صرح رئيس فرع هيئة الغابات والحياة البرية فرع الإقليم الأوسط السيد إبراهام تخلو نجاح 86% من الأشجار المزروعة ضمن حملة التنمية الخضراء. وقال السيد إبراهام إن من المخطط زراعة أكثر من 3.7 مليون شتلة شجرة في 9 مشاتل في عام 2023، لكن لم تتم زراعة سوى 2.3 مليون شتلة أي 63%، مشيرا إلى أن خطة زراعة نحو مليون شجرة تم زيادتها بنسبة 10% إلى 1.2 مليون شجرة. وفيما يتعلق ببرامج المياه والحفاظ على التربة والتشجير المنفذة عبر النفير الشعبي، قال إنه تم إنشاء وإصلاح حوالي 2000 كيلومتر من القنوات الحوضية على مساحة 520 هكتار. وأشار إلى أنه مقارنة بعام 2022 لم تكن خطة القرى على المستوى المطلوب، لكن التنفيذ من قبل المؤسسات وقوات الدفاع والطلاب وغيرهم من أصحاب المصلحة كان مغضيا. وأوضح السيد إبراهام أن عدد الجهات الحكومية والشركات الوطنية والجمعيات المشاركة ارتفع من 30 عند إطلاق برامج التنمية الخضراء عام 2021 إلى أكثر من 40، كما تم تخصيص 10 حراس لمساحة 350 هكتار من الأراضي التنموية، وذلك بهدف بلوغ الأشجار المغروسة إلى المستوى المأمول. وفي الختام حث السيد إبراهام المجتمع على حماية بيئتهم والعناية بها حتى تكون الجهود المبذولة للسيطرة على إزالة الغابات الأرضية فعالة. ومن المقرر زراعة حوالي 4 ملايين شتلة شجرة في 9 محطات شتلات بالإقليم الأوسط هذا العام. دعا مديرية دك أمحرة السيد يماني أبرا كافة الجهات المعنية بشكل عام والهياكل الإدارية بشكل خاص، دعاهم إلى زيادة دعمهم لتعزيز عملية التعليم والتعلم. وقال السيد يماني خلال اجتماع عقد على مستوى المديرية أن العمل على تلبية المتطلبات التعليمية لا يحتاج إلى توصية، مشيرا إلى أنه سيعمل مع مدراء الضواحي لحل مشكلة النقص في السكن في بعض المدارس. في تقييم النصف الأول من العام الدراسي 2023-2024 والذي عقد يوم 16 من فبراير، أنه قد بلغ متوسط معدل النجاح ل 25,034 طالبا مسجلين في 23 روضة أطفال و34 مدرسة من الابتدائية إلى الثانوية، بلغ معدل النجاح 88%. كما أن مساهمة المجتمع في المدارس والمعلمين قيمت بأنها كانت عالية جدا، حيث تم تقديم حوالي 490 ألف نقفة عينية ونقدية هذا العام. إلى جانب ذلك أنفق أهالي كورباريا وعراتو حوالي 357 ألف نقفة وساهموا بجهدهم في بناء فصلين دراسيين، فيما قامت إحدى المواطنات بتوزيع مواد تعليمية تبلغ قيمتها أكثر من 64 ألف نقفة على الطلاب المحتاجين. وبعد مناقشة مستفيضة أوصى المشاركون بمعالجة النقص في المقاعد الدراسية ومعالجة تقادم الكتب المدرسية وتوفير تدريب تمهيدي للمعلمين الجدد عند تعيينهم ومعالجة النقص في المدارس الثانوية. وفي ملاحظتها الختامية حثت رئيسة الخدمات التعليمية بالمديرية الأستاذة الركبة كفل المدارس حثتها على مواصلة العمل معا لتحسين التحصيل وتحديد الطلاب الضعفاء ودعمهم، مقترحة أيضا دفع الحوافز المدرسية للمعلمين المتميزين. تم تنفيذ برامج تنموية ناجحة في مديرية فرا بمشاركة جماهيرية عالية حسب ما جاء في اجتماع عقد في 16 من فبراير. وبحسب التصريحات التي أدلى بها سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية السيد أحمد صالح، فقد شارك أكثر من 7,000 شخص في كافة جوانب برامج التنمية بشكل عام والحفاظ على التربة والمياه بشكل خاص. وتم إصلاح أكثر من 155 كيلومترا من الطرق الترابية. وعلاوة على ذلك أشار السيد أحمد إلى أن الجهود الرامية إلى تعزيز المنظمات وصولا إلى إدارات الضواحي حققت نتائج جيدة. وأضاف أنه سيتم تكثيف حملات التوعية التي تعزز من وعي وفهم المواطنين.
وقال إن تنمية صندوق أمانة الشهداء يمثل أولوية قصوى، وأن أعضاء الجبهة وموظفي الحكومة وغيرهم يتخذون مبادرات لمساعدة أسر الشهداء بالعمل والمواد والمال، مضيفا أنه تم توزيع حوالي 40,000 نعفة تبرع بها أعضاء الجبهة وحدهم. وحث المشاركون على إيجاد حل مستدام لنقص المياه في بلدة فورو والاهتمام بإمدادات الطاقة وتعزيز أنشطة التنمية. مشاهدينا الأكارم، كانت هذه الأنباء محلية، وبعد فاصل قصير نتابع الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أدت الأمطار الغزيرة في أواخر ديسمبر الماضي إلى ارتفاع منسوب نهر الكونغو إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 60 عاما، وأجبرت نحو 500,000 شخص على النزوح. ووفقا للسلطات الكونغولية ومنظمة أطباء بلا حدود، يعاني 16 إقليما من أقاليم الكونغو الديمقراطية البالغ عددها 26 إقليما من تداعيات الفيضانات التي أودت بحياة ما لا يقل عن 221 شخصا، وألحقت أضرارا بعشرات الآلاف من المنازل، وجعلت المجتمعات الضعيفة بالفعل عرضة لخطر متزايد للإصابة بالملاريا والتيفود. وقد تهدد المزيد من الفيضانات 83 مليون شخص يعيشون بالقرب من النهر الرئيسي في حوض الكونغو الذي يمتد عبر وسط إفريقيا. أعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل بينتو تعليق أنشطة المكتب الاستشاري الفني التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهو في العاصمة كاراكاس، والمراجعة الشاملة لشروط التعاون معه، كما أمهل في الوقت نفسه المسؤولين المكلفين بهذه الهيئة بأنه يجب عليهم مغادرة البلاد خلال 72 ساعة. وأوضحت فنزويلا في بيان رسمي أن هذا القرار تم اتخاذه بسبب الدور غير المناسب الذي طورته هذه المؤسسة، والذي بدلا من إظهارها ككيان محايد أصبحت مكتب محاماة خاص للجماعات الانقلابية والإرهابيين الذين يتآمرون باستمرار ضد فنزويلا. وفي هذا السياق أشار وزير الخارجية الفنزويلي إلى أن مكتب الأمم المتحدة يتبنى موقفا ينحاز إلى اليمين المتطرف الفنزويلي مع الأشخاص الذين حاولوا إثارة أعمال عنف واسعة النطاق في فنزويلا. وقبل أيام أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الإمبرالية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية واليمين يعرفون أنهم سيخسرون في انتخابات البلاد الرئاسية 2024، لذلك يريدون البدء في التلاعب بهذه الانتخابات. أصدر رئيس الإكوادور دانيال نوبوا أمرا تنفيذيا بالموافقة على اتفاقية التجارة الحرة بين الصين والإكوادور. وفي 7 فبراير من هذا العام وافق الكونغرس الوطني للإكوادور على اتفاقية التجارة الحرة مع الصين. ووفقا لترتيب امتياز التعريفة الجمركية في الاتفاقية، ستقوم الصين والإكوادور بإلغاء التعريفات الجمركية على 90% من خطوط التعرفة الجمركية، والتي سيتم إلغاء نحو 60% منها فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. والصين هي ثاني أكبر شريك تجاري للإكوادور، وكانت الدولتان قد وقعتا رسميا في 11 من مايو عام 2023 اتفاقية تجارة حرة، ما يجعل الإكوادور الشريك 27 في التجارة الحرة للصين. لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 4 آخرون في حريق اندلع في مصنع للدهانات في العاصمة الهندية نيودلهي. ونقلت قناة تلفزيونية عن تصريح رئيس خدمة أطفاء المدينة آتول غارغ قوله: انتقلت النيران إلى مبنى مجاور ومركز لعلاج الإدمان على المخدرات، ووقع انفجار وانهار المبنى مما أسفر عن مصرع 11 عاملا. وترى مصادر أخرى أن سبب الانفجار قد يعود إلى مواد كيميائية مخزنة في مكان الحادث. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأبرز العناوين. مجلس الإقليم الأوسط الشعبي يعقد جلسته 22 المنتظمة. إدارة الإقليم الجنوبي تعمل جاهدة على تنفيذ البرامج التنموية بمشاركة مجتمعية.
نجاح 86% من شتلات الأشجار المغروسة عبر حملة التنمية الخضراء في الإقليم الأوسط. مئات الآلاف دون مأوى بسبب فيضان نهر الكونغو. فنزويلا تعلق أشتات مكتب تابع للأمم المتحدة. ورئيس الإكوادور يصادق على اتفاقية التجارة الحرة بين بلاده والصين. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.